اسمي سارة وعندي 25 سنة، متجوزة مع حماية في نفس البيت بتاعه أو في نفس شقته، لأني كنت بحب ابنه من زمان واحنا جيران. واللي حصل مع صاحب حماية هقول لكم عليه وهتقولوا لي أنا غلطانة ولا لأ. لما دخلته وحماية مش موجود وعمل معايا اللي عمله، ياريت تسمعوني للنهاية وما تحكموش عليا إلا لما تسمعوني. أنا كنت بحب ابنه عبد الرحمن، وكنت أنا وهو في علاقة حب، ودايما هو بيقول لي إنه عايزني وأنا كنت بقوله إن أنا عايزاه. بس كانت الناس بتيجي تتقدم لي وكان يقول لي انت عارفة ظروفي، أنا أمي ميتة وإخواتي البنات ساعدت أبويا في جوازهم، وعشان كده أنا اتأخرت في الجواز. قلت له تعالى تقدم لي وأنا موافقة حتى إننا نعيش في شقة بالإيجار، وساعتها ممكن ربنا ييسر لنا الحال ونتجوز. قال لي طيب أنا هقول لأبويا وأشوف رأيه إيه وأجي أطلبك. لا أنا أساسا لا بنيت شقتي وأنا عملت فيها طوبة واحدة بس. قلت له طيب تمام مفيش مشكلة، المهم إن احنا نتجوز ونلم نفسنا كده في بيت واحد أنا وإنت، وإلا أبويا هيفضل يجيب لي في العرسان كل يوم والتاني. قال لي يا بنت الناس، هو أنا يعني كنت كدبت عليكي في حاجة؟ ما انت عارفة ظروفي وعارفة إمكانياتي وعارفة إن أنا مقدرش افتح بيت دلوقتي، او على الاقل ما اقدرش حتى ان انا اصرف على بنا شقة وكده. قلت له تعالى وربنا ييسر الحال ونتجوز في الايجار. اول ما جه وحدد من الاجازة وحدد ميعاد مع ابويا، ولقيته جاي هو وهو بيطلبوا ايدي من ابويا. ابويا رحب بيهم واتكلم معاهم، ولما ابويا عرف ان هو هيتجوز في شقة بالايجار رفض وقال له انا ما جوزش بنتي ابدا بالايجار، والعفش يتبهدل ويتمرمط ويتكسر من شقة لشقة. وطبعا رفض وهم مشوا، وانا كنت بكلم عبد الرحمن وزعلانة، وهو قال لي انا عملت اللي عليا، قوليلي اعمل ايه وانا اعمله. فجاه يتكلم مع ابويا مرة تانية ويحاول يقنعه ويقول له انا لو في مقدرتي ما كنتش هقصر ولا هستخسر فيها اي حاجة، انا بس اصبروا عليا، ده غير ان البيت كله هيبقى بتاعي بعد عمر طويل لابويا ان شاء الله. يعني سواء بقى الشقة اللي تحت ولا اللي فوق الكل هيبقى بتاعي، فانتم ما تقلقوش من الناحية دي، وانا هتجوز مع ابويا لو مش عاجبكم الايجار. هو كده كده كان هيقعد معايا لانه لوحده وامي متوفية، فما كنتش هسيبه. ابويا بعد محاولات ومعافرة مني ومنه وافق وقال له اهو كده احسن من الايجار، على الاقل تبقى في البيت، وساعتها بقى تبقى تطلع اول ما تبني شقتك وتاخد عفشك، والبنت تبقى ما اتمرمطتش في الايجار عند الناس. واتخطبنا سنة ونص، وكان خلالها بيسافر بره بقى، وكان بيحاول يحوش قرش على اساس يصرف عليا انا وابوه ونتجوز. وجاه واتجوزنا، وقعدت انا في اوضه مع ابوه، وهو كمان قعد في اوضه. بس ابوه كان من عوايده ان هو يجيب صحابه ويسهروا كل يوم في الاوضه بتاعته او في الاوضه بتاعه الكلوس، وانا كان عندي شاشتي في الاوضه عندي، والحمام كان جوه، فكنت بقعد طول الوقت في الحمام او في الاوضه عندي ما بخرجش. بس لما كان يطلب مني مثلا عشاء ولا شاي ولا حاجة كنت بطلع وبخدم عليهم. كان في واحد من صحاب حماية، لا كبير ولا صغير، كان يفضل عينيه جايباني من فوق لتحت، ويفضل طول الوقت مركز معايا بنظرات وحشة، وانا كنت عارفة كده بس ما كنتش برضه اقول. كنت دايما احس ان هو مش مظبوط وانه راجل مش كويس، لكن ما كنتش بقول لحماية عشان ما يقولش انت جاية تعيبة على صحابي وجاية تفرقينا من بعض بعد السنين دي كلها، فكنت بسكت وخلاص. عدت الأيام ولفت ودارت، وأنا كنت زي ما أنا وبعمل اللي بعمله ده. كان من هواية حماية إنه يروح لبناته، ليهم واحدة في مثلا في القاهرة واحدة في اسكندرية، كان يروح يقضي عند دي وقت ويقضي عند دي وقت، وانا ما كنتش بعرف اسيب البيت واروح عند ابويا خالص فترة وجوده هناك، لاننا مربيين طيور فوق السطوح،
وهو كمان مربي حمام. فطبعا الطيور تموت لو انا رحت قعدت عند اهلي، وكان صعب ان انا اجي مرتين في اليوم من عند اهلي عشان اشوف الطيور بتاعتنا. فكان جوزي يقول لي ما تسيبيش البيت وتمشي، وابويا مش هنا بس كان بيكلمني كل شوية. ابوه كمان اللي هو حماية كان بيجي وبيكلمني كل شوية. كان لما بيروح عند واحدة من بناته يقعد مثلا اسبوع ولا حاجة وبعدها يجي. في مرة من المرات كان يدوب مسافر، وتاني يوم لقيت صاحبه ده جاي بيخبط على البيت. قلت له خير يا عم محمد، عايز ايه؟ قال لي بس عايز اعرف حماكي فين وكده. قلت له ده هو عند بنته في اسكندرية ولسه قدامه شوية على ما يجي. قال لي طيب انا عايز اكلمه. قلت له كلمه، ايه المشكلة؟ قال لي تليفوني مكسور اطلبيهولي عايز اكلمه. طلبتهوله وخد التليفون كلمه، والمهم قال له ان هو قدامه لسه 5 ولا 6 ايام وبعد كده هيجي. مشي وقال لي ان هو مش جاي دلوقتي. وبعد يومين 3 لقيته بيخبط تاني وبيقول لي انه عايز حاجة من اوضة حماية. استغربت قوي وقلت هو ايه اللي خلاه يجي دلوقتي وبيخبط عليا وهو عارف ان انا لوحدي؟ ده غير كمان ان هو قبل كده جه وانا قلت له ان حماية مش موجود. قلت له انا ما اقدرش ادخلك وحماية مش هنا وانت عارف ان انا لوحدي. ده غير كمان انت عارف ان انا ما اقدرش اديك حاجة من ورا حماية والا هيتهمني بان انا اللي خدتها. قال لي بصي اطلبهولي تاني وانا هكلمه واوصف له الحاجة دي واخش اجيبها. طلبتهوله ووصف لحماية الحاجة دي، ما كنتش عارفة هي ايه. والمهم بعد ما اتكلم مع حماية وقفل معاه دخل الأوضة وانا واقفة في الصالة بص عليه وشوف هو بياخد ايه. لقيته بياخد برشامة ويقول لي لو سمحتي ناوليني يا سارة كوباية مية عشان اخد البرشامة دي. قلت لو كان بيسرق حاجة ولا بياخد حاجة فانا واقفاله، انما لو على البرشامة مفيش مشاكل. اديتها له وجبت له الميه ولقيته بيقول لي عايزه اقول لك على حاجه. انت طبعا فاكره ان انا واحد مش محترم وببصلك نظرات مش اللي هي، وانت ما بتحبنيش وانا عارف. حاولت اقول له لا الكلام ده في خيالك ومش حقيقي. قال لي لا انا عارف كل الكلام ده وعارف ان انت ما بتحبنيش، بس صدقيني انت زي بنتي وانا بعاملك زي بنتي ومهتم بيكي زي بنتي، فما تقلقيش من ناحيتي. حسيت ساعتها لمدة ثواني كده ان انا غلطت في الراجل ده وان هو راجل طيب وانا اللي كنت ظلماه. قال لي لو سمحتي بقى تعملي لي كوباية شاي لان انا عايزة اقعد شوية كده اريح وبعد كده اروح. روحت عملت له كوباية الشاي وقعدته علشان يشربها. لقيته اتحول في ثانية لواحد تاني وكلامه ونظراته نظرات واحد غريب مش انا اللي كنت بكلمه من شوية. والمهم بعد شوية لقيته قام وحاول يتهكم عليا وما سابنيش يومها لما عمل كل اللي هو عايزه. انا يوميها قعدت اترجاه واتحايل عليه عشان يبعد عني بس هو مرضاش. قال لي يا آية انت عجباني من زمان، قصدي سارة عفوا، ويا سارة أنا بحبك وعايزك وما أقدرش أستغنى عنك. يا ريت حتى تطلقي من جوزك الكحيان الفقري ده وتتجوزيني، هسعدك وهبسطك. المهم يوميها لا رحمني ولا رحم دموعي، ويوميها قال لي يا سارة كل اللي انت عايزاه هجيبهولك بس سيبيني أعمل معاكي اللي أنا عايزه، أنا نفسي فيكي من زمان وانت عارفة. يوميها طبعا ما قدرت أدافع عن نفسي ولا قدرت أصوت أفضح نفسي ولا أي حاجة، وسابني ومشي يوميها وأنا منهارة ودموعي ما نشفتش من على خدي. كلمت عبد الرحمن جوزي أكتر من مرة في إننا نأجر برا، لكن أبويا كان يزعقلي ويشتمني ويقول لي حسك عينك تعملي حاجة زي كده أو تطلعي وتسيب البيت، انتي هنا معززة مكرمة وحاجتك سليمة ومش هتتكسر. وانا مش عارفة اعمل ايه غير ان حماية لو قلت له حاجة زي كده قلت لكم هيقول ده 10 سنين وانت اللي كدابة وبتوقعي بيني وبين صحابي، وانا مش عارفة اعمل ايه. والراجل ده من يوم ما انا سكت وما قلتش لحد
وهو بيحاول يكررها معايا تاني بكل الطرق. يا ريت تفيدوني وتقولولي اعمل ايه في المصيبة بتاعتي دي والمشكلة، انا مش عارفة اتصرف بجد. وكده حلقتنا تكون انتهت. لو عجبتكم اعملوا لي لايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم الجديد يا احلى واجمل متابعين في الدنيا. واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي.